تعالوا النهاردة نعمل طبق فول مصري بتحويجة تجنن. ريحتها هتجيب لآخر الشارع، وطعمها ايه خطير. من جماله مش هتبطلوا تعملوه، وكمان كل شوية هيطلبوه. شغال معاكي في الفطار او الغدا. لايك وشير قبل ما نبدأ، ونصلي على الرسول في التعليقات نكسب اجر انا وانتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ونقول بسم الله ونبدأ على طول. اول حاجة معايا طاسة على النار او حلة زي ما تحبي. هنزل فيها ب3 معالق كبيرة من الزيت. تقدروا تستخدموا زيت زيتون، بس طبعا مش هنخليه وقت طويل على النار يقدح معانا. بعد كده هنزل ببصلاية حلوة كده متوسطة متقطعة مكعبات صغيرة، بشوح فيها تشويحتين. وبعد كده بنزل ب5 فصوص من الثوم المهروس، واشوح مع البصل كده الثوم لحد ما ريحة الثوم تطلع والبصلة تدبل معايا. مش عايزة البصلة تاخد لون خالص، يا دوبك بس تدبل والثوم يطلع ريحته كده مع البصلاية. وهنزل بمعلقتين كبار من الخل الابيض، وقلبي بقى كويس جدا جدا. مش هناخد وقت طويل على النار الخل مع البصل والثوم، هي بس يا دوبك تقليبه. وهنزل ب3 طماطمات كده متوسطين متقطعين مكعبات صغيره، وقرن فلفل حراق. طبعا لو انت حابه ان هي ما تبقاش سبايسي، تقدري تنزلي بحبايه من الفلفل الرومي متقطعه كده مكعبات صغيره. اول ما الطماطم هتبدا تدبل معانا، هنزل بكميه الفول بتاعي. طبعا كميه الفول دي يعني تقدروا تقولوا كده مثلا كوبايه ونص من الفول، كميه مناسبه على البصل والطماطم اللي احنا ضايفينهم. بعد كده بقلب بقى تقليبتين كده حلوين، ولو حابه في المرحله دي تضيفي ربع كوبايه من الميه ضيفيه. وبعد كده بهرس بقى الفول بتاعي كويس جدا جدا. ده لو انت عايزاه بقى كريمي كده طبعا بيبقى احسن بكتير ما تبقى الفوله صحيحه. هنهرس كده بظهر المعلقه كويس جدا، وبعد كده هسيبه بقى على النار لمدة كده دقيقتين بالظبط. هنتبل بقى الفول بتتبيلة بسيطة جدا، وهو ده السر في حلاوة طبق الفول. مش هنحط اي توابل زيادة او اي افتكاسات. ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، بس كده مش اكتر من كده. طبعا احنا حاطين حباية من الفلفل الحار، فهو معايا سبايسي. لو انت في المرحلة دي عايزاه سبايسي شوية وحاطة فلفل رومي بارد، ممكن تحطي رشة من الشطة. ونقلب بقى تقلبتين، ومش عايزة اقول لكم على جمال الريحة اللي طالعة في منتهى الجمال. وهننزل بمعلقة كبيرة كده من الطحينة، ونقلب الكلام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. انا متأكدة لما تجربوه مش هتبطلوا تعملوه. تحويجة بسيطة بس في منتهى الجمال، هتودي طبق الفول بتاعكو في حتة تانية خالص. كل اللي هيدوه من ايديكي هيقولك انتي عاملاه ازاي. اخر اضافة معايا، لو عندك سمنة بلدي هنضيف معلقة صغيرة كده من السمنة البلدي. ولو ما عندكيش وعندك زبدة تقدري تضيفي برضو مكعب صغير من الزبدة، او سمنة عادية مفيش مشكلة، برضو هتديله طعم حلو جدا. في ناس بتحب تضيف معلقة صلصة، بس بصراحة انا شايفة ان هو مش محتاج اي حاجة زيادة عن اللي احنا عاملينها. احنا عاملين تحويجة، يعني مش عايزة اقول لكم يا نهار ابيض على جمالها. هنبدأ بقى نغرف طبق الفول بتاعنا الخطير ده. مخدش معانا وقت خالص، 10 دقايق بالظبط هتكوني محضراه. الطبق دوت للفطار وللغدا وللعشاء كمان. اكيد في ايام بتمر علينا مش لازم نعمل فيها لحوم. الطبق دوت مع شوية بطاطس بقى كده، مع شوية بتنجان، مع شوية بصل اخضر، وهتاكلي احلى طبق فول بتحويجة خطيرة. وعشان يفتح النفس كده ياخد الشكل الحلو القمر اللي انتوا شايفينه ده، معلقتين كبار من الطحينة متخففة بمية، ورشة كده من البقدونس، مع شوية خيار مخلل. بقى شايفين جمال الخيار؟ استنوا ان شاء الله هنزل لكم وصفة خيار مخلل والفول المدمس كاملة بأمر الله الفترة الجاية. ويشرفني اعرف من اي بلد بتتابعوني، وكمان قولولي تريكاتكم المميزة اللي بتعملوها في طبق الفول. متنسوش فضلا وليس امرا تحطوا لايك لو الوصفة عجبتكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا.